لما البيزنس بتاعك يقع تقوم ولا تستسلم؟ تخيل نفسك حطيت كل مجهودك، فلوسك، استثماراتك في مشروع وفجأة بدأ ينهار منك. السؤال هنا، هتعتبرها نهاية الرحلة ولا مجرد بداية جديدة؟ في سنة 97 واحد من أنجح رجال الأعمال دلوقتي مر بأسوأ لحظة في حياته. بعد ما بدأ شركته وحط كل فلوسه فيها ومجهوده، اضطر إنه يقفلها بعد سنتين بسبب الديون والخسائر اللي عليه. الكارثة هنا إن هو كان قرر يستسلم، لكن في لحظة من اللحظات قرر يشوف الفشل بطريقة تانية وبطريقة مختلفة عن اللي هو كان شايفها. بدل ما يعتبرها نهاية الرحلة، بدأ يسأل نفسه شوية أسئلة: إيه الغلط اللي أنا عملته؟ اتعلمت إيه؟ هعمل إيه المرة الجاية أتفادى بيه المشاكل اللي أنا وقعت فيها؟ الراجل ده هو جاك ما، مؤسس علي بابا، من اغنى اغنياء العالم دلوقتي. وخليني اقول لك بعض الدروس كده المستفاده اللي انا اتعلمتهم من البيزنس بتاعي. الفشل مش نهايه العالم، الفشل هو مجرد فيدباك بيقول لك ايه اللي انت محتاج تغيره في الخطوه الجايه. مش كل فكره ناجحه على الورق ناجحه على ارض الواقع. اختبر وتعلم بسرعه وحاول تتعلم من اخطائك. الفشل بيبين لك الناس اللي حواليك مين حقيقي ومين مش حقيقي، مين اللي هيقف معاك بعد الازمه ومين اللي هيبيعك في اول محطه. اللي ما بيغلطش ما بيتعلمش. اهم حاجه انك تاخد المخاطره وتتعلم من اخطائك وتعالجها بسرعه. فلوسك مش اهم حاجه، اهم حاجه انك تعرف تقوم كويس بسرعه وانك تعرف تستغل فلوسك صح في البيزنس بتاعك. في كتاب زلين ستارت اب، إيريك إيريس بيكلمك بيقول لك اهم حاجه في البيزنس انك تتعلم بسرعه وتعدل مسارك بدل ما تستسلم. والسؤال ليك، لو فشلت النهارده هتبص للفشل ان هي نهايه الرحله ولا بدايه جديده؟